مساء الخير عليكم جميعا. احب اشكر كل المشتركين معايا في القناه. كنت قلت لكم قبل كده على صلصه الطماطم اللي بخزنها عندي في قلب الفريزر، مكونات بسيطه خالص وبنانها عندنا في قلب الفريزر، اما نحتاجها في اي وقت او في اي استخدام بنلاقيها موجوده. تعالوا كده نشوف المكونات. مكوناتها معانا بسيطه جدا. معايا 2 كيلو من الطماطم و5 قرون من الفلفل، ومعايا البابريكا دي اللي بتخليها زي الصلصه بتاعت بره. تعالوا كده اما نشوفها هنعملها ازاي. طريقه بسيطه جدا. هناخد دلوقتي الطماطم معانا، هنقطعها حتت صغيره ونحطها معانا في الخلاط، ونقطع عليهم الفلفل الاحمر اي كميه انت عايزاها. ال2 كيلو بنحط عليهم 5 قرون فلفل ومعلقه كبيره من البابريكا، بس البابريكا مش هنضربها في الخلاط، هنشوف دلوقتي هنحطها فين. احنا دلوقتي هنضرب الطماطم في الخلاط مع الفلفل، ونشوف تاني هنعمل ايه تاني على البوتاجاز. انا دلوقتي ضربت معايا الطماطم في قلب الخلاط ومعاها الفلفل الاحمر، حطيتها دلوقتي معايا هنا على البوتاجاز اهي، وهحطها اسيبها تتسبك. هحط معاها معلقه ملح كبيره مع ال2 كيلو، وده المعلقه الكبيره من البابريكا، وهقلبهم جامد. لازم اقلبهم جامد عشان يتسبكوا مع بعض اهي. شايفينها عماله تغلي ازاي؟ الفلفل الاحمر اساسا والبابريكا مديها لون عامل ازاي، لونها جميل جدا. شايفين اللون؟ ولسه كمان لما بتتسبك بقى بعد ما بتبرد خالص معايا بكيسها اكياس على قد الكميه اللي انا هطبخ بيها، وبخزنها عندي في قلب الفريزر. في اي وقت بقى الطماطم بتغلى فيه يبقى عندك الكيس موجود عندك في قلب الفريزر، بتطلعي الكيس وتستعمليه. شايفين الطماطم؟ البابريكا اساسا مخلياها عامله زي الصلصه بتاعت بره. مستعجلين مثلا الكهرباء قطع عندنا اي حاجه ومستعجلين، بنطلع الكيس من قلب الفريزر ونستعمل بيه اي اكل بقى على الجاهز على طول. شايفين؟ انا هسيبها بقى تتسبك براحتها خالص وهوريها لكم. انا حبيت ارجع اوريلكم تاني وهي بتتسبك. شايفين اللون؟ شايفين اساسا البابريكا والفلفل الاحمر عامل ازاي على الوش؟ شايفين؟ حبيت بس اوريكم لونها. البابريكا دي بتوديها في سكه تانيه. شايفين؟ وهي متداخله كده على التسبيكه. شايفين لونها عامل ازاي؟ بصراحه جميله جدا. في حاجه عايزه اقول لكم عليها برضو، وهي الطماطم بتتسبك كده معانا. الطماطم لو انتوا بتضربوها معاكم في قلب الخلاط، في مثلا اللي خلطها ما بتنعمش الطماطم قوي وعايزه تصفيها، في اللي الخلاط بينعم الطماطم زي بتاعتي كده، دي انا مش مصفياها. شايفين عامله ازاي؟ ما فيهاش تفل ولا فيها اي حاجه، جميله خالص. وهوريها لكم حالا بعد ما بتتسبك هتبقى عامله ازاي معايا. ده الشكل الاخير بتاعت الصلصه بتاعت النهارده. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، بس ما تنسوش تكتبوا لي في قلب التعليقات، واي حد عايز اي حاجه يكتبها لي في قلب التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.